السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فرفش نفسك. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه فيديو جميل جدا. الفيديو بتاعنا النهارده عن المغرب يا جماعه، وعن الاقتصاد المغربي والفكر المغربي والتطور المغربي. ايه يا عم الاقتصاد المغربي والفكر المغربي والتطور المغربي؟ انت عمال توجع دماغنا في ايه؟ احنا مش فاهمين منك حاجه. هقول لك استنى عندك، انا افهمك ما تستعجلش عليا. الاقتصاد المغربي والتطور المغربي ده بيرجع يا جماعه للعقليه المغربيه. بيعرفوا ازاي طبعا يروجوا للسياحه في بلدهم، اذكياء جدا جدا في النقطه دي، وده موضوع حلقتنا النهارده. بيعرفوا يروجوا للسياحه في بلدهم، ومش كده وبس، لا ده كمان بيعرفوا يروجوا للصناعه في بلدهم، وبيعرفوا يجيبوا طبعا المستثمرين اللي بتوع اوروبا كلهم ييجوا يستثمروا في بلدهم. ده بيرجع للذكاء المغربي والعقليه المغربيه. طب ايه يا عم اللي حصل؟ هقول لك اللي حصل هنا يا جماعه. بص، اعلامي مصري بيبكي وبيعيط من اللي حصل في المغرب، ومن طبعا يعني افكار المغرب في ترويج السياحه بتاعتهم، وبيبكي وبيعيط بيقول احنا مش عارفين نعمل زي المغرب، مش عارفين نوصل زي المغرب، مش عارفين نعمل اللي عملته المغرب. طب ايه هي اللي عملته المغرب؟ المغرب يا جماعه جابت مطرب مشهور او مطربين مشهورين، وطبعا وعملوا لهم فيديو كليب طبعا على ايه، يعني بيوري جمال المغرب. يعني كل مناطق الجميله في المغرب عملوا الفيديو كليب فيها. وبعد كده المطربين دول يا جماعه عالميين، فطبعا الاغنيه ديت حققت شهره عالميه. بص يعني جابت مشاهدات بالمليارات يا جماعه، جابت مشاهدات بالمليارات. هي طبعا اغنيه شهيره جدا معروفه اسمها ديسباسيتو. طبعا باسيتو هي الاغنيه دي، طبعا اغنيه مشهوره ومشهوره عالميه طبعا. بصوا يا جماعه انا اقول لكم على حاجه، انا بقى هقول لكم الاغنيه دي جابت كام مشاهده، واحنا دلوقتي واحنا في الفيديو بتاعنا انا هجيبها لكم اهو عشان هنعرف الاغنيه دي جابت كام مشاهده، عشان تعرف كام واحد شاف المغرب، عشان تعرف كام واحد شاف المغرب. استنوا يا جماعه عليا لحظه كده. الاغنيه دي يا جماعه جابت 8 مليار مشاهده في 6 سنوات يا جماعه. الاغنيه ديت جابت 8 مليار مشاهده، وبيقولوا ان الاغنيه ديت يعني لا يخش دلوقتي وانا كده معاكم كده، الاغنيه جايبه 8 مليار مشاهده يا جماعه، وبيقولوا ان الاغنيه ديت اتصورت في المغرب. فهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ طبعا هو ده الكلام اللي الاعلام المصري بيقولوا يا جماعه، وده اللي الاعلام المصري زعلان ومتضايق ان هم ما عملوش الكلام ده في مصر. هم كانوا بيقولوا احنا كان لازم احنا نجيب المطرب ده ويجي يشوف. يعني تخيل ان 8 مليار واحد شافوا المغرب، و8 مليار واحد شافوا جمال المغرب. عشان كده دي اغنيه ترويجيه يا جماعه. ده بقى فكر وهدف من طبعا المغاربه يا جماعه، هدف وفكر المغاربه يا جماعه. 8 مليار واحد شافوا المغرب يا جماعه. بصراحه ده دعايه اعلانيه كبيره جدا في فيديو كليب يعني مدته ما تتجاوزش مثلا 3 دقائق او 4 دقائق، بين صوره حلوه جدا للمغرب، وهو ده سبب ان خلى الاعلام المصري يطلع ويعيط في التلفزيون. تعالوا بقى مع بعض نشوف الاعلام المصري قال ايه عن المغرب وافكارها في ترويجها للسياحه عندهم. يلا بينا. المغرب جابت المطرب بتاع ديسباسيتو، هما 2، لويس فونسو ودادي يانكي. جابوا دادي يانكي ده، تعالى هنزورك المغرب، قعدك واكل نايم شارب كل حاجه زي الفل، ونديك بوكت ماني ونديك عقد. عايز كام دولار؟ خد. في مقابل ايه بقى يا دادي يانكي؟ يا ده يا عم دادي، انت تلف لنا المغرب، تزور المناطق السياحيه الحلوه، تعمل لنا كده اغنيه تدلع الدنيا، تلف العالم الاغنيه دي وتبين جمال المغرب، ونخليها مقصد سياحي عالمي كبير. الاغنيه اتعملت. اقول لك ايه؟ الطم الاغنيه هي موجوده، الاغنيه اتعملت، نزلت على اليوتيوب 33 مليون مشاهده في 48 ساعه. 33 مليون مشاهده، والمتابعين بيقولوا لك ان هذه الاغنيه ستسجل ارقام قياسيه. اطبل انا واسقف، محدش بيسمع. تقريبا العاملين في وزاره السياحه بيطبقوا نظريه وزيره التخطيط، هم على طول 3 ايام، 3 ايام في الشهر مش 3 ايام في الاسبوع.
الراجل بتاع ديسباسيتو اهو كان عندنا في مصر 12 اغسطس، قعد 6 ساعات بس، غنى اغنيه في الساحل الشمالي، ركب الطياره روح، رقي نشف يوميها. هاتوا الراجل، هاتوا الراجل وخلوه يغني، ولا حد سمع. مين اللي سمعنا؟ صوتنا وصل المغرب وما وصلش وزاره السياحه اللي بيننا وبينها 10 15 كيلو. تحيه للمغرب، وتحيه لهيئه تنشيط السياحه في المغرب، وتحيه لمسؤولي السياحه في المغرب، وتحيه لرئيس وزراء المغرب، وتحيه للموزع المغربي اللي عمل الاغنيه اللي سمعت بالشكل ده. تحيه لكل عناصر هذه الاغنيه، سندوا ودعموا ومولوا وعملوا، والنتيجه بيحصدوها. 33 مليون مشاهد في اقل من 48 ساعه على اليوتيوب، وبتلف العالم. وبقول لك في ارقام وتقديرات ان الاغنيه دي هتكسر الدنيا. انت بتتكلم في 33 مليون واحد شافوا المغرب في يومين. انا مش عارف خلاص يعني. بقول لك انا امبارح اشتكيت لك كصديق ليا، ما انا بتعامل معاك اللي انت صديقي واخويا وحبيبي وصاحبي وابني وابويا وجوز خالتي. قلت لك الواحد خلاص قرف من الشغلانه. انت عمال تجتهد وبتتعب في الشغل انت وفريق اعدادك والقناه، مش طالع اسلي حضرتك ولا اسلي المسؤول. يا راجل بقول لك الراجل كان جنبك هنا في مصر، ما كنا نتفق معاه. ده احنا بنسال الله، بيقول لك حق النشوء في دولار يجي لنا من بره. اغنيه هتكلف لي مليون دولار والف العالم كله واتكلم على الامن والامان والسلامه والكلام ده. يا اخوانا الشغل مش هينفع كده، بكلم جد بصراحه. احنا كده بنهزر، والله العظيم بنهزر. خدوها مني، لو الدنيا هتمشي بالشكل ده كل مسؤول قاعد في مكتبه في المكيف وسلام عليكم، لا، بلدنا دي هترجع ورا. بكلمك بصراحه. لما انا كاعلامي القط اللقطه دي اللي هي مش في مجال تخصصي، يبقى كل اللي عاملين في مجال السياحه ايه تخصصه؟ لما امبارح اجيب لك خبر من جوه بريطانيا بقول لك اعضاء مجلس العموم هيضغطوا على الحكومه عشان يرفعوا الحظر طيران لشرم الشيخ، مفيش مسؤول فيك يا بلد تواصل معايا ولا اتحرك. يا سيدي ما تكلمنيش، اركبوا روحوا لندن. لندن اللي رفعت الحظر عن السفر لتونس، رغم تونس اتقتل فيها 34 بريطاني، ومصر ما اتقتلش فيها ولا واحد بريطاني، وان شاء الله طبعا ما يتقتل حد. بس تخيل ولا حد بيتحرك. طب هو الواحد بيطلع ينبح صوته ليه؟ بكلمك جد والله. مين قالك ان انا ما بزهقش؟ مين قالك ان انا مش زهقان؟ انا بعرض ده ليه؟ مسؤول يشوف. محمد انا ما شفتش ده خير بالليل، شفت الصبح، انا بحييك، وبكره احنا رايحين لندن وهنعمل كذا، وهعمل معاك مداخله ونقول ان احنا بنتابع الملف ده ونرفع الروح المعنويه للعاملين في قطاع السياحه وللناس، والدنيا تمشي. ما ده دور الاعلام، هو سند ليك في الدوله. عمال يجيب لك حاجات ممكن تقع منك، بس لما يقع منك ديسباسيتو ويقع منك اللي بيحصل في لندن. اما اعرفش سفير مصر في لندن بيعمل ايه، ما اعرفش. بس والله الامور لازم تتغير، ما اعرفش. طبعا شفنا الفيديو بتاعنا مع بعض. الفيديو بصراحه اكتر من رائع. زي ما احنا كده سمعنا يا جماعه، الاعلام المصري متضايق اللي هو ما عملش نفس الحركه دي في مصر هنا. قال لك الناس دي بتفكر تفكير كبير جدا عشان تروج للسياحه. لا، تعالى اعمل حاجه، صور عندنا اماكن كويسه، صور فيها واعمل الفيديو كليب اللي انت عايزه. وهم عارفين ان المطربين دول مطربين عالميين يا جماعه. انا قلت لكم الاغنيه محققه 8 مليار مشاهده. انا عارف يعني ايه 8 مليار مشاهده، مش 8 مليون ولا مليون ولا مليار واحد، ده 8 مليار مشاهده. فتشوف بقى 8 مليار واحد شافوا المغرب.
ده دعايه كبيره جدا للسياحه في المغرب. كل واحد هيسال يقول لك الاغنيه دي متصوره فين؟ متصوره في المغرب. روح يا عم الحاج نشوف الاماكن الجميله والمناطق الحلوه اللي اتصور فيها الاغنيه دي. بصراحه الفيديو فيديو اكتر من رائع، بيعرفك قد ايه التفكير المغربي وصل لحد فين. لما يحب يعمل حاجه مفيش اذكى منهم بصراحه، سواء بقى حتى الصناعات جابوا المستثمرين من الخارج، واصبحت دلوقتي المغرب هي المصدر والمصنع رقم واحد في افريقيا وفي الوطن العربي، وكمان بتنافس كمان اوروبا في صناعه السيارات يا جماعه، وبتنتجها من الالف للياء، يعني من الزيرو بتصنع المواتير وبتصنع كل حاجه بتتعمل بالايادي المغربيه دلوقتي يا جماعه بنسبه 100%. بصراحه مفيش اروع واجمل من كده من العقليه المغربيه اللي بص جننت كل العالم وجننت الاعلام كله يا جماعه، لان الناس عايزه توصل للي وصلت له المغرب لكن هم مش عارفين. طبعا ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.